في الحقيقة الذي عليه علماؤنا كالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن الأرض ثابتة لا تتحرك. هذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. ولكن بعض مثل المسعري هذا يسخر من فتوى الشيخ عبد صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يعني رجل عقلاني فلا يلتفت إليه. ولكن الأرض كما أخبر جل وعلا أنها ثابتة أن تميد بكم. الأدلة العقلية بارك الله فيكم، أنكم تقولون أنهم يعني نظريات ومدري كيف، حتى نحن عندنا نظريات وعندنا عقول كمسلمين. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة، نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة، واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ لا يسوح، أنا خرجت على مبارك يا عم بس اهدى بس اهدى. تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين.